ازيكم عاملين ايه؟ انا طالع النهارده اتكلم معاكم بخصوص الكي ان اكس. احب اعرفكم بنفسي الاول. انا محمد علي، كي ان اكس توتر في تيك بوكس والمسؤول على كي ان اكس يوزر كلاب ايجيبت الخاصه بمصر. هي كي ان اكس يوزر كلاب ايجيبت الخاصه بمصر. اوكي، ويا ريت لو تقدروا تنضموا معانا في الكي ان اكس يوزر كلاب. هتخشوا بس على my.knxuserclubegypt.com او اعملوا سيرش على جوجل سيرش كي ان اكس يوزر كلاب ايجيبت وهتلاقوا الموقع بتاعنا. هتقدروا تخشوا على الكوميونتي، هتقدروا تخشوا على النتورك بتاعتنا. او لو انت معاك موبايل اندرويد، لان الموضوع لسه مش موجود على الايفون، فلو معاك موبايل اندرويد تقدر تنزل الابلكيشن بتاعنا من جوجل بلاي. اسمه كي ان اكس يوزر كلاب ايجيبت. طيب، ايه اللي احنا طالعين نتكلم فيه؟ احنا طالعين نتكلم على حاجه مهمه جدا بجد تخص الكي ان اكس. تمام. انا بس كل اللي طالبه منكم ان انتوا تعملوا شير او تعملوا ريبوست للفيديو ده، علشان مهم جدا بصراحه. عايز ناس كتير قوي تعرف المعلومات دي. ليه بنستخدم الكي ان اكس؟ مش هقعد اقول بقى ليه بنستخدم الكي ان اكس عشان في مانيفاكتشرز كتير وفي مش عارف ايه. لا، انا بقول لك ليه بنستخدم الكي ان اكس، لان حاليا دلوقتي في فرايتي كبيره قوي من الهوم اوتوميشن سيستم، وفي شركات كتير قوي، وخصوصا الشركات اللي بتنزل الواي فاي ديفايسز او الحاجات دي كلها. طيب، الكي ان اكس عباره عن ايه؟ الكي ان اكس عباره عن بروتوكول، هو مش سيستم. طيب، ازاي اقدر اصمم الكي ان اكس؟ انا اقدر اصمم الكي ان اكس ده عن طريق الشخص ده بيبقى بروفيشنال في ان هو بيقدر يبرمج الكي ان اكس. الشخص ده الوحيد ان هو قادر يجي للفيلا بتاعتي او للمبنى اللي انا شغال فيه او المبنى اللي انا عايز اعمله اوتوميشن، وهو الوحيد اللي بيقدر يعمل السيستم بتاع الاوتوميشن بتاع المكان كله. طب ايه الفرق بين ان انا اجيب ديفايسز واي فاي ديفايسز اللي هي بقى كوميونيكيشن؟ انا ده مش تقليلا خالص من الشركات اللي بتنزل الديفايسز الهوم اوتوميشن او اللي هي بتستخدم كهوم اوتوميشن في البيوت، بس انا مش بقلل منهم خالص. شركات كبيره جدا وشركات محترمه جدا، وفي شركات بتقدم حاجات رهيبه رهيبه تكاد تكون مش موجوده في بعض الشركات في الكي ان اكس. ف يعني بشكرهم جدا اساسا على الاداء الرهيب اللي هم بيعملوه. بس الفكره في ايه؟ الفكره في ان انت لو انا عايز اجيب جهاز واي فاي او مش شرط يكون واي فاي، ممكن يكون حاجات كتير، ممكن يكون هاب ومربوط زيجبي او حاجات كتير قوي، ايا كان الاسلوب اللي هيستخدم في الديفايس ده. فانا مش محتاج اجيب حد بروفيشنال او حد مبرمج عشان يقدر يبرمج لي الجزئيه دي. مش محتاج خالص. الموضوع ده ممكن بلاج اند بلاي، ممكن الكلاينت يشتريه عادي من اي ستور، تمام، ويحطه عنده في البيت ويركبه ويعمل كل الحاجات دي. هو لو فتح المانيوال هيعرف يقراه والكلام ده كله. لكن الكي ان اكس ما فيهوش الكلام ده. الكي ان اكس ما فيهوش الكلام ده خالص. الكي ان اكس بكل سهوله لازم يكون حد بروفيشنال هو اللي بيقدر يعمل الموضوع ده، خصوصا لو انا عايز اصمم سيستم هوم اوتوميشن كامل انا عايز اعمله. طيب، ايه الفرق من ان انا اعمل الفيلا او البروجكت بتاعي بالكي ان اكس، وايه الفرق بين ان انا اروح اجيب ديفايسز اركبها بالواي فاي؟ في حاجه اسمها انتجريشنز، في حاجه اسمها سوليوشنز، في حاجه اسمها انا عندي حاجات عايز اعملها في الفيلا بتاعتي. في فرق بين ان انت عايز تعمل فيلا سمارت، وفي فرق بين ان انا عايز اعمل كنترول على الفيلا في حاجات معينه. في فرق كبير، في فرق كبير جدا ما بين الجملتين. في فرق كبير جدا ما بين جملتين. انا عايز اعمل فيلا سمارت، فانا عايز احول الفيلا دي كلها ان هي تكون سمارت. اقدر اجيب اي سيستم واعمل له انتجريشن عندي في الفيلا دي. ده عن طريق ان انا استخدمت بروتوكول من البروتوكولز اللي هي مخصصه فقط في الهوم اوتوميشن. يعني انا جيت استخدمت الكي ان اكس بروتوكول، اوكي، فانا هقدر اعمل انتجريشن مع اي موديل في العالم. في العالم، في العالم ايا كان. ايوه، انا بتكلم فعليا في العالم. كل الفكره ان انت، يعني هقول لك مثال، انا دلوقتي عايز اعمل انتجريشن مع ساوند سيستم سين، تمام، فلقيت الهوم اسيستنت بيقدر يكنترول السين ده. واللي مش عارف الهوم اسيستنت عباره عن سيرفر انت بتقدر تحطه على راسبيري او حاجه معينه، انت بتقدر تبرمجه وبتقدر تربط بيه كذا سيستمز مع بعض. الهوم اسيستنت بيربط البروتوكول بتاع الكي ان اكس كمان. فانا اصلا الفيلا بتاعتي عباره عن كي ان اكس بروتوكول، او متاسسه على تاسيس كي ان اكس كامل. فبقدر ان انا اربط السيستم ده معايا. لكن انا لو جبت ايتمز معينه او جبت ديفايسز معينه، زي مثلا حاجات زي السمارت، انا مش عايز اقول برودكت بالاسامي عشان الناس ما تفتكرش بس ان انا بتكلم على برودكت معين او بتكلم على حاجه او بنتقد برودكت معين. لا، بالعكس خالص خالص. كل البرودكت انا بحترمها ويمكن بستخدمها كمان، تمام.
بس انا بتكلم على الفرق. الناس اللي بتسال دايما ليه الفرق، طب ما هو انا ممكن اجيب الديفايسز دي رخيصه في السعر ومش عارف ايه، فعشان كده بشرح لك ايه الفرق. الفرق بين ان انت تعمل فيلا سمارت، والفرق بين ان انت والله انا عايز اتحكم في اللمبه دي، فمش مشكله هجيب بتاع واي فاي صغير كده اركبه في الحيطه واوصله على اللاين والنيوترال بتاعها وخلاص خلصت الموضوع. في فرق كبير ما بين الاثنين، وفرق بين ان انا لما اسس الفيلا بتاعتي سمارت وفعلا دي محتاجه مجهود، محتاجه حد بروفيشنال يجي يبرمج لي، محتاجه حاجات كتير قوي ان انا هخلي الفيلا سمارت. ده الفرق ما بين الاثنين، ان انا اخلي الفيلا سمارت، والفرق ما بين ان الفيلا بتاعتي مش سمارت بس انا حطيت بس شويه ديفايسز دي اتحكمت فيها في كذا حاجه وخلاص مش اكتر. عندي التكييف فحطيت جهاز اي ار بيتحكم لي في التكييف، بس الجهاز ده الفكره ان انت علشان تعمل له انتجريشن مع سيستم تاني عذاب، ويكاد يكون بنسبه، عايز اقول لكم بنسبه مثلا 90% ان انت مش هتلاقي حلول للجهاز ده ان انت تعمل له انتجريشن. ممكن بقى تعمل اتش تي تي بي ريكويست وحاجات كده ومش عارف ايه علشان ده كلاود ومش عارف ايه. موضوع كبير جدا ومش هتعرف تعمله، ومفيش حد هيجي يعمل لك المجهود ده على الديفايس. يعني انت مش شاري في الاخر ديفايس سعره رخيص عشان تجيب حد يجي يعمل لك الموضوع ده بسعر ضعف سعرين الديفايس. فيعني الموضوع مش صعب. فعشان كده بقول لك دايما انت لو هتاسس الفيلا بتاعتك سمارت مختلف خالص عن ان انت تجيب ديفايسز تيجي تصنعها. هو ده بس اللي كنت طالع اتكلم فيه عن الموضوع بخصوص القصه دي كلها، بخصوص ان ايه الفرق ما بين الديفايس السمارت وما بين الديفايس. هنزل فيديوهات تاني وهتكلم في حاجات كتير قوي تاني، انا عايز اشوف رايكم في الموضوع ده. فهنزل فيديوهات تاني وهنزل كلام كتير قوي، هنتكلم في مواضيع كتير، في حاجات كتير قوي عايز اتكلم فيها. عايز اتكلم معاكم برضو على السيناريوز، الناس اللي بتتكلم على السيناريوز مهمه يا جماعه. السيناريوز مهمه. السيناريوز ده زي ما يكون علم لوحده، تمام، بيدرس لوحده. يعني انا علشان اعمل سين مش مجرد ان انا هربط الكام لايتنج دول مع بعض وانتهى الموضوع، لا، في حاجه اسمها سين. يعني مثلا لما اجي اتكلم على ويلكم سين اللي هو الاسهل واقل السين في الحياه، لما الشخص يبقى داخل البيت بتاعته انا عايز اعمل له ويلكم، في واحد يقول لك انا هفتح النور الكوريدور وخلص الموضوع عشان الراجل يعرف يخش على الاوضه بتاعته. لكن في واحد اسمه بقى في مهندس بيبقى فنان يقول لك لا، الراجل جاي من بره الاضاءه عاليه جدا، فاحنا هنعمل ايه؟ هنركب له اضاءه ديمابل في المكان ده بحيث ان الاضاءه تتناسب مع دخوله، فما يتعميش مثلا لما النور ينور ويلاقي الاضاءه جوه عاليه. ساعات بعض الاضاءات بتبقى اضاءتها اقوى من الاضاءه الخارجيه، تمام، فممكن يبقى يتعمي اول ما يخش جوه، لا، فبيعملها له ديمابل علشان يعملها له باضاءه معينه. فده فنان، ده انا بتكلم عليه، بقول فنان في ان هو يعمل السيناريوز بتاعته، تمام. لذلك دايما بتلاقي اي حاجه معموله عن طريق بروفيشنالز، خصوصا ناس عندها اكسبيرينس كبير قوي في ان هي تعمل السيناريوز والكلام ده، فلا قصه. والسيناريوز بيتعمل لها كتب، السيناريوز بيتعمل لها كتب فعليا. فهتكلم برضه على السيناريوز ان شاء الله في فيديو تاني، تمام. عايز اشوف رايكم في الفيديو ده، ويا ريت زي ما قلت لكم تعملوا شير وريبوست، لان انا بجد فعلا عايز اعرف ايه راي الناس في الكلام ده كله، وعايز اوصل المعلومه دي للناس كتير قوي. والفرق الكبير يا جماعه ما بين ان انا احول فيلتي لسمارت وما بين ان انا اشتري شويه اجهزه سمارت اعمل بيها كنترول، فرق كبير يا جماعه. يا رب اقدر اكون وصلت لكم الرساله، واكون وصلت لكم اللي انا بوضحه، تمام، واشوف رايكم في الموضوع، تمام. اخر حاجه بس قبل ما الفيديو يخلص، يا ريت الناس تبقى وصلت للمحل الجزئيه دي في الفيديو لان الفيديو طول. مش معنى انا بتكلم على الكينكس ان انا بنتقد السيستمز التانية، او انا بقول السيستمز التانية مش شغاله، لا بالعكس، السيستمز التانية برضو في بعض السيستمز وتكاد تكون السيستمز الكبيره والاسامي الكبيره بتعمل انتجريشنز برضو زي الكينكس. بس انا ما عنديش مشكله، استخدم السيستمز دي، استخدم الكينكس، استخدم اي حاجه. بس الفكره اللي انا عايز اوضحها مش ان انا بتكلم على الكينكس او الفرق ما بينه وما بين السيستمز التانية دي، لان سيستم الكينكس، لان انا ما بقارنش السيستمز دي بالكينكس، لان كينكس بروتوكول، دول سيستمز ناس بتبقى عاملاها. وهتكلم في فيديو تاني عن الفرق ما بين السيستم والبروتوكول، بس خلينا نخلص الفيديو ده. فانا بس بوضح لكم ان ما بتكلمش عشان ما حدش يعمل لي كومنت ويقول لي لا ده والله في سيستمز بتعمل كده، لا هو ماشي، انا عارف ان في سيستمز بتعمل كده، فانا ما بتكلمش عن الموضوع ده، هنتكلم عليه في فيديو تاني، تمام. انا بتكلم على ايه الفرق، ايه الفرق ما بين ان انا اعمل فيلا كامله بالكي ان اكس، وايه الفرق بين ان انا اجيب
بتتكنترول مع بعضها او بتتواصل مع بعضها بالواي فاي، واحطها في الفيلا بتاعتي. ايه الفرق ما بين كده وايه الفرق، ايه اللي هيحصل لي بعد كده وايه اللي هيحصل لي بعد كده؟ اللي هيحصل لك بعد كده زي ما قلنا، انت كده عملت فيلا سمارت تقدر تعمل بيها انتجريشنز وسوليوشنز وحاجات كتير قوي في الفيلا بتاعتك. لكن ان انت لو حطيت الديفايسز دي، انت مجرد ما عملتش فيلا سمارت، انت جبت فيلا عاديه وحطيت فيها شويه ديفايسز بحيث ان هي تقدر تكنترول بس بعض الحاجات المعينه في الفيلا، مش اكتر مش اكتر. تمام. وزي ما قلت لكم، الناس اللي هتقول لي احنا ممكن نجيب حاجه ونعمل اتش تي تي بي ريكويست ومش عارف ايه، فالشخص اللي هيجيبك انت كباش مهندس علشان تروح الفيلا عشان تعمل له الاتش تي تي بي ريكويست ومش عارف ايه، انت هتطلب منه سعر في الموضوع ده في الديفايس الواحد قد سعر الديفايس اللي هو جايبه مرتين، فهو مش هيعمل كده. تمام. فشكرا لكم، شوف رايكم في الموضوع.